ما كاينش اشكال نهائيا. ففهمت انا هاد القطريين مالهم دابا. هاد الانفصام في الشخصيه اللي عند القطريين دابا، شوفوا من تحتها هما كيتعاملوا مع الكراغيله وكيضربوا كيستهدفوا كيتهجموا على المغرب من تحتها، تحت الطاوله ياك. وفي العالم منين عندهم استحقاق عالمي اللي هو كاس العالم، مشاو جابوا المغرب هو اللي يامن لهم الامن ويقوم لهم بالاعمال الامنيه وكذا في كاس العالم. وانتوما علاش ما ديروش اصاحبي؟ سيروا جيبوا الكراغيله ياك نتوما من تحتها كتامروا معاهم علينا، وجيبوهم هما يامنوا لكم كاس العالم. علاش ما جبتوهمش هما يامنوا لكم كاس العالم؟ ما راضيينش بهم؟ واش ما راضيينش بهم ولا العمل ديالهم ماشي احترافي ولا شنو؟ ما فهمتش انا. هاد قطر هاد قطر اللي كتعامل من تحتها وكتستهدف المملكه المغربيه، علاش ديك الساعه ما تجيش الجزائر تفك عليك الحصار؟ علاش؟ ولا علاش انت منين كتستهدف فيها من تحتها، منين جا المغرب غيفك عليك الحصار قول له الله يرحم الوالدين، قول له لا، كيف ما قلنا لا حنا الالاف ديال الدول اللي كانت باغا تجي تعاوننا في سميتو في الزلزال ديال الحوت. قول لهم لا الشريف ما سمحوا لنا شكرا الله يخلف عليكم، وانت تجي عندهم يفكوا عليك الحصار، ومن بعد تجي تطلبهم انهم يعاونوك في الامن في كاس العالم، ومن تحتها كتضرب فيهم. راه الخبائث الخوت، شي انسان كيكون بهذه المقومات على انني انا نضرب فيك، ولكن من تكون مصلحتي فيك نجي نقضي فيك مصلحتي. هذا الانسان راه ما كيكون عنده دين مبدا، ما كيكون عنده منطق، ما كيكون عنده نهائيا شي ميكانيزمات اللي ممكن تتعامل معاه فيها. رخيص، كيكون رخيص لاقصى درجه، رخيص. عرفتي لاقصى درجه هي هذه الكميه اللي كنشوفوا بها الجزيره باعت القضيه الفلسطينيه وتاجرت فيها. مثلا كيف ما كنشوفوا الكرغوليستان انها كتحاول تهجم على العرب كاملين وعلى الدول كاملين بانهم صهاينه ومطبعين وكذا، وفي الاخير هي طبعت من تحتها وصوتت على القرار ديال غزه اللي وراه نفس التناقضات. الخوت المهم ما غنطولش، نحبس هنا باش الخوت اللي كان باغي يقول شي كلمه. شكون في الخوت؟ شكون الدكتور كازاوي اللي عنده الكلمه؟ المهم عطي الكلمه للخوت، انا ما عرفتش شكون اللي عنده الكلمه دابا. عطيو الكلمه للاخوان واحد. الدكتور كازاوي راك معنا؟ الدكتور كازاوي كاينه معنا؟ ما كايناش الدكتوره كازاويه. اذا شكون الخوت اللي عنده الكلمه هنايا؟ نبداو شنو التدخلات؟ نبداو بالتنين. التنين فراسك شي حاجه على الاخبار هذه؟ لا واش مصطفى وديك الساعه ناخذ وي انا يطلع. السلام عليكم، تحيه طيبه. انا طلعت للتنين عوده ميمونه، والحمد لله على انك بخير وعلى خير ورجعتي لينا. هذا واللي كاين ما نقول انا خويا سلطان، وانا معكم من تحت، لان التنين قبيله كنسمع فيه في استرسال التحليلات ديالو، ما يمكنش تاخذ الكلمه قدامه. فالحمد لله على سلامتك، تحيه طيبه لجميع الحضور. والله يسلمك مصطفى، بارك الله فيك. واحد الصحيحه التنين قالوا لنا الخوت ربما هذا الشيء ديال كندا يحاك في ولايه كيبيك، ياك بحال هكا النطق ديالها، لانها السيده اللي تقلب على الانفصال. نعم، والاشاره ان القبائل المعترف بها في البرلمان الكيبيكي وليس كل كندا، وجيران مقيم في مونتريال وليست اوتاوا، وهم مثل الانفصاليين اللي في شمال اسبانيا لتصحيح الولايه الوحيده. نعم، هذه المعلومه صيفطوها لي الخوت على حساب كندا، قال لك على ان كاين الاشكال ولكن في واحد الولايه وحيده على ما اظن. هذا هو المفهوم اللي فهمت فيه. كنتمنى من الخوت انهم يزيدوا يعطيونا ينورونا في هذا الاطار، لانني انا ولا عندي اشكال كبير من ناحيه هاد كندا، وحق الله عليه العظيم. علاش الخوت؟ انا راني كتعرفوا كنا هاد القضيه الاخوان جا كنا درسناها بواحد التدقيق متناهي ما يمكنش تخيلوا. الخوت انايا فهمت بان هذيك البلاصه كيديروا فيها ما بغاو من هذه الناحيه. دابا كندا في ظاهرها كتدعي على انها رافضه هذا الشيء ديال التطرف ورافضه هذا الشيء ديال الاخوانجه، ولكن كنجي كنلقاهم على انهم اشد الناس كيدافعوا متواجدين تما. بقات عندي هذه القضيه ضراني في راسي. كنتمنى الخوت ينورونا. تفضل اخويا التنين. تحياتي للاخوه ثاني من جديد، وتحيه للاخوه اللي سولوا علينا واللي توحشوا التنين. تنقول لكم
الله يرزقكم الجنة إن شاء الله. هاد القضية اللي قلت يا خويا مشاكل، أنا بغيت نلخصها ليك. اللي بغى يعرف القطري، ولو أن القرعي ماشي قطري، شوف القرعي، شوف الطريقة ديال التملق ديالو والشكر ديالو للمغرب، وزيد وزيد وزيد. ولكن ولد الحرام يكيد في الخفاء ويضمر الشر لهذا الوطن هذا. هكاك القطري، القطري هكاك كيدير. راه شوف، راه كي قال الله سبحانه وتعالى، قال لك واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. راه ها هو. علاش جاب البوليس باش يحرس لي سميتو؟ لان السمعه الطيبه ديال المغرب من ناحيه كل ما يتعلق بالامن، السمعه الطيبه ديالو بحال شكل البوز. لان باش تجيب ان المغرب هي اللي متكلفه بالامن، راه واحد القيمه مضافه. راه عرفت شنو هي؟ حتى اللي يقدر ما يجيش ملي غيقول ليه المغرب هو اللي شاد الامن راه غادي يجي. وديك القضيه ديال الاحتفال مع اللعابه، وللاسف المغاربه كينخادعوا، كتجرهم العاطفه. لان حنا لطالما تنقولوا الاخوان جا قطر تركيا معقل الاخوان. راه ملي داروا الحصار على الدول ديال الخليج راه ماشي من فراغ. وكاين المعقل ديالهم بريطانيا، ما تغفلوش على بريطانيا. بريطانيا راه معقل الاخوان حتى هي، راه عندهم قنوات كبيره تما اللي كيبثوا بها السموم ديالهم للدول العربيه، وخاصه الملكيات. وزيد عليهم مصر بحكم ان السيسي فشل لهم المخطط ديالهم، ما تمكنوش من هذيك البلاد. لهذا قطر، ايران، تركيا والجزائر اعداء ديال المسلمين فوق الارض. ما يحيدهاش لك الطبيب. لان ملي كتشوف القرعي وطريقه التملق ديالو المغربي قيسوا على القطري. والله لا المغاربه اخواننا، والله لا المغاربه طياب ناس، والله دار. وحنا المغاربه مساكن اللي شكرنا كان شريف. حنا راه الحمد لله كنعرفوا قيمتنا. الا كتعرف قيمه نفسك كيكفيك، ما يهمكش الباقي، ما يهمكش البقيه. المغرب غير السميه ديالو والله راه عز، راه دولة ذات تاريخ اللي كيقد المضجع ديال هاد الدويلات الحديثات، هاد القنيزبات اللي طلعوا لينا في جنابنا، كل اللي ما قروش في الخير، اللي ما قرش فيهم الخير ديال المغرب اللي وقف معاهم، وقف الرجال خاصة في الحصار اللي داروا عليهم الخليجيين اللي كيعرفوا الخبث ديال هاد القطريين. راه ما جاوش داروا عليهم الحصار لله في سبيل الله، حتعرفوهم ولاد الحرام مقطرين وكيسعاو الفتن في الدول المسلمة بشتى الانواع، واموال كثيره كيصرفوها في هذا الصدد هذا بحال الكراغيله اللي خصو اموال الكرغولي الجوعان ولد الحرام اللي مازال يخرج ويحيى تمي تبون يحيى عمك الحمار تاع ابوك يا ولد الحرام. راه حياتك دازت هباء وجارينك لجهنم وانتحل عينيك. ما عندهم ما يصوروا. ان شاء الله البلاد ديالنا منصوره بالله سبحانه وتعالى، بالرجال والنساء الاتقياء اللي كاينين في هذه البلاد. لان هذه البلاد والله بلاد الشرفه، وان فيها من الخبث قله، ولكن والله الشرفه والناس اهل الاخلاق والعفه والله كثر، وهم اللي هازين لهذه البلاد. وما عمري يتمكن منها لا كرغولي ولا اخوانجي ولا شيعي، ما دامت الارض السماوات فوق الارض. لان اللحظه اللي غتجي قيام الساعه راه ما غتبقاش السماء. قال الله سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، يعني بحال البحر دابا راه يمور مورا بحال الموج. هاد الصفه عطاها الله للسماء بحال الشكل. دابا ملي غنقولوا البحر فيه يموج موجه، هذاك الموج راه يمور مورا. يوم ترى السماء تمور مورا، هذيك الساعه من علامه الصلاه على النبي، قيام الساعه بالتريب. يوم ترى السماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه، ما بقى لا الصلاة على النبي. هذيك الساعة ديروا هذا المغرب ولا شوش ديروا به، وما هذيك الساعة ما عندكم ما ديروا به، ما لقانا عند الله سبحانه وتعالى. لأن هذا البلد لطالما تعرض عبر التاريخ مكائد شتى، وخاصة من هذا اللي كان. شوف كيقول لي الوالد طعامنا ولدي ذكر
اللي كالو كينكر. وفعلا هذه المقولة والله كتجسد هي هذه. المغرب كيدير الخير ولكن ما كيقرش، وكي قال الحسن الثاني رحمه الله يدير الشر وانا ندير فيه الخير حتى يغلب الخير ديالي الشر ديالو. وهكا هاد القطريين والله يحقدون على المغرب بالتاريخ ديالو، بالامجاد ديالو، لان هاد التاريخ راه ماشي سهل. راه هاد البلاد والله راه فيها واحد التاريخ اللي كبير بزاف. والتاريخ راه ما تغفلوش عليه. راه التاريخ راه بحال الجدر ديال الدوله. راه بحال شي، تخيل هذاك التاريخ بحال شي عرفتي البلاد هي الشجره والتاريخ هما الجذور. راه الا كان التاريخ عندك تاريخ راه جذور كتغوص لاعماق الارض. الا كانت دوله حديثه راه جذورك راه غاشوي ساهله تجتث من الارض بالزربه، ما لها من قرار كي قال الله سبحانه. بالزربه كانها ريح غارويح يقلع الزبل. عاش الملك. الله الوطن الملك والعزاء الحقيقي. نعم. الى سمحتوا لي اخويا المغربي التنين، شي واحد في الاخوان يعطينا بلاصه، وكنتمنى من طلعينا ديالي انا خدامه. انا ننزل تحياتي لكم. انا ننزل غير سمحوا لي سميره وميروده وخويا لا خالد خذوني حتى لا ننزل. لا حول. غير ناديه هي خدامه وقع لها مشكل في الخدمه وكتبغي مره دير مداخله. الا سمحتوا لي الخوت كاملين الله يسهل عليكم. نعم طلعوا ودير مداخله ونكومونسيو ديك الساعه نشوفوا في نص الناس. غير بلايصه وحده. تفضل يا اختي ناديه، طلعوا ناديه تفضل. السلام عليكم الاخوان، واش كتسمعوني؟ وعليكم السلام، مسموع تفضل. اوكي، اسمحوا لي الاخوان والاخوات كاملين، راه كنطفل عليكم وكنجي بحال ديك الشعره وسط من العجينه. المهم غير باش باختصار باش نشرح المساله ديال كندا بحكم انني مقيمه هنايا. كندا دايره بحال امريكا، فيها ولايات، ودوك الولايات عندهم بحال تقريبا داك الحكم الذاتي. يعني عندهم رئيس الوزراء، عندهم الوزير الاول، عندهم البرلمان، عندهم الى اخره. اذا بالنسبه للولايه ديال كيبيك هي ولايه فرانكوفون، يعني كتهضر باللغه الفرنسيه. باقي الولايات اغلبيتهم اونغلوفون كيهضروا باللغه الانجليزيه، بمعنى ان الفيدرال اللي هي الدوله ما معترفاش لا بالبوليزاريو ولا بهادو ولا بالقبائل. باش نشرح لكم، اذا هاد الناس المغاربه كيتمركزوا اغلبيتهم في ولايه ديال كيبيك واغلبيتهم في مونريال. غادي نقول لكم بان الكوتي اونغلوفون كيكونوا فيهم الخليجيين، مثلا قطر، السعوديه الى اخره. وما بين الناس تقدر تمشي من ولايه لولايه، بمعنى يقدر يكون بيناتهم يعني تواصل مع مثلا قطريين او لا اماراتيين اللي هما ضد هذا الشيء هذا. كم الله اعلم، انا ما متاكداش من الامور. انا غير باش نشرح لكم بان هراندو راه في مونريال، الاخر اللي ما سميتو حتى هو راه في مونريال. يعني اغلبيتهم متكتلين في مونريال، ماشي في جوايه اخرين، ماشي في الكوتي اونغلوفون. باش نشرح لكم هذه القضيه هذه. بالنسبه للقبائل اللي اعترفت بهم الولايه ديال كيبيك، لان ولايه كيبيك كانت من شحال هذه وهي كتطلب لا سوفرانتي، يعني تقرير المصير باش تكون دوله بوحديتها اللي الفيدرال ما قابله ليها شيء. وهذاك الشيء علاش بحال نقولوا حنايا دوك الباسك، واش كنعيطوا لهم الباسك، هذوك اللي في شمال اسبانيا، حتى هما يعني في اي دوله ضروري كتلقى عندهم فوالا، ضروري كتلقى عندهم واحد الانفصاليين. اذا حتى كندا عندها لو كوتي فرانكوفون اللي كيحسبوا دائما روسهم انهم غايرين على كندا، وبانهم باغيين الانفصال. وهذا هو اللي بغيت نشير ليه وباش نشرح لكم مزيان. اما بالنسبه كالدوله الفيدرال هذه من سابع المستحيلات، ما كايناش هذه القضيه هذه. سينو غادي تعطي لهذا، غادي تعطي الكيبيك، غتعطي لها لا سوفرانتي ديالها. اذا غير باش نعرفوا اشنو كيدور. كاينين خوانه يعني مشتتين في البلدان، ولكن بالنسبه للدوله ما كاينش هذه القضيه. انا المهم على حد علمي انا ما كاينش هذه القضيه، ولكن كيف قلت لكم كيبيك
كاين هاد العنصريين، كاين هاد الانفصاليين حتى في كيبيك اللي باغيين كيف شرحت لكم باغيين ينفصلوا على الدوله. وهذه هي المداخله ديالي، واسمحوا لي الاخوان وانا غادي ننزل ونخلي بلاصه شكرا لشي حد. شكرا. هذه الله كانت يكبر. واحد شكرا اختي ناديه. هذه وضحت لنا الاخت ناديه على حساب الاشكال اللي كاين في كندا. اذا كاع الاخت ناديه زاد اكدت لنا بان كاين واحد البلاصه في كندا اللي حتى هي واش باغا الانفصال ولا عندها شي تفاصيل خاصه بها اللي حتى هي كيترعرعوا فيها وكيلقاوها مكان خصب. اذا مكان خصب، اذا دابا هذا الشيء اللي قالت لنا الاخت ناديه كيأكد الشكوك ديالنا على انه لان كاين انا واحد اصلا المكان. مقيمه لان انا اصلا مقيمه في المدينه ديال كيبيك، لان كاينه مونريال كاينه كيبيك كاينين النواحي ديالها مدن اخرين، بمعنى ان عندي درايه بالولايه ديال كيبيك. ولكن بالنسبه للولايات الاخرين كيف قلت لكم لي زونغلوفون ما عندهمش هذه المساله هذه، وهذه هي المداخله. اذا غنحتاجوك مزيان اختي ناديه في الدراسه، غنحتاجوك مزيان إن شاء الله إلا نكتشف هذا لقيت. الشيء، لان هذا الامر انا نعم تفضل. انا تفضلي اختي غادي ناديه. ننزل، انا غادي ننزل وغادي نخليكم باش نعاود نرجع للخدمه، وهذا هو اللي كاين. السلام عليكم. شكرا اختي سيري اختي ناديه، ناديه، تحياتي ليك وشكرا. الله يحفظك. غير باش ما نعطلوش الخوت نعطيو للاخوان. سميره تفضلي اختي تفضلي. خوت انا مشغوله عندي شويه صداع الكازاويه، عطي الخوت ماشي مشكل نتسنى. واخا اذا غادي اذا هذه مرحبا. نعم الاخت سميره قالت لك مشغوله، راني سمعتها قالت لك مشغوله الاخت سميره. اذا باش هذه المعلومه اللي عطاتها لنا الاخت ناديه بخصوص هذاك الشكوك اللي عندنا تما وهذه الحسابات اللي اكتشفنا انها تما، غنمشيو مباشره لان راه في نفس الموضوع عند خرمون نشوفوا واش غيقول. واش خرمون واقيلا اللي كنظن عنده الكلمه. تفضل خويا خرمون. تحياتي اخويا سلطان. انا كنت بغيت ندير واحد التعقيب على النقطه اللي اشرتي ليها على النفاق القطري، وهذه نقطه جد مهمه. كنظن بان خاصنا نعطيو لها الاهميه اللي كتستحق، لان الاحداث الاخيره اخوتي وخواتاتي كتبين ازدواجيه المواقف وازدواجيه الخطاب ديال النظام القطري في كل ما يتعلق بعلاقته مع الدوله المغربيه. حنا نهضروا غير على الدوله المغربيه. هاد الفضيحه اللي بانت في منصه اكس اللي بينات تواجد عدة حسابات اللي الشاغل ديالها هو الضرب في المملكة واختلاق أزمات واختلاق انتقادات، تواجدها في الجزائر وفي قطر. كنظن بأنها بينات واحد الوجه خبيث ديال السياسة القطرية، واللي كتخلي المغاربه يتاكدوا من مصداقيه هذوك الافكار اللي كنا كنقولوا راه كاين تيارات قطريه تيارات تركيه اللي كتحاول تدخل في النقاش المغربي واللي كتحاول تستعمل جميع الادوات للضرب فيما حققته المملكه. ولكن اخوتي وخواتاتي الى جينا نديروا الفار ديال هاد قطر واستعمالها الادوات وسائل التواصل بما فيها على راسها قناه الجزيره للضرب ولمعاكسه المملكه المغربيه. نعطيكم انا غير واحد المثال اللي كيبين ازدواجيه الخطاب. كتعرفوا بان الجزيره هي اللي خرجت الشعار ديال التطبيع خيانه. هاد الجزيره اللي ما فتئات كتهضر على التقارب الاماراتي البحريني الاسرائيلي وخصوصا الاتفاقيه الثلاثيه ديال المغرب امريكا واسرائيل، كنشوفوها انها ما هضراتش على واحد الحدث اقليمي اللي ما هضراتش عليه، وهو زياره بنيامين نتنياهو لسلطنه عمان واستقباله من طرف السلطان قابوس. هذه راه وقعت هذه شي 3 سنين اخوتي وخواتاتي.
عمرها الجزيره ما قدرت تهضر على هاد ماشي هذا التطبيع، هذا راه التطبيع، ان دوله جاره، دوله اللي داخله في الاتحاد في منظمه التعاون الخليجي، استقبلات هذاك اللي كيسميوه السفاح، واللي راكم كتعرفوا كيفاش كيتعاملوا مع نتنياهو. علاش ما قدرتش الجزيره ولا اي قناه اعلاميه قطريه تهضر على هاد الحادثه هذه؟ لانها كتعرف الحجم ديال قطر مع دولة ضاربة في عمق التاريخ بحال سلطنة عمان. لحقاش اخوتي وخواتاتي ما تنساوش بان الامارات الخليجية راه المعظم ديالهم راه يلاه في السبعينات باش تكونوا، من غير المملكة العربية السعودية اللي تكونت اواخر القرن العشرين، ومن غير سلطنة عمان. بطبيعة الحال سلطنة عمان راه هي من بين اقدم الممالك اللي كانت في المنطقه. اذا قطر كتعرف بان رغم المدخولات البتروغازيه ديالها، رغم الدور الدبلوماسي اللي قدرات توصل له، رغم هاد المساحيق التجميل اللي دارت على النظام ديالها، ما يمكن لهاش تدخل في صراع مع الشرفه ديال المنطقه اللي هما سلطنه عمان. كذلك هاد الخليج كاملين اخوتي وخواتاتي راه عنده نفس النظره على المملكه المغربيه الشريفه، لحقاش عارفين بانه هما بما انهم عندهم واحد النظام في شكله بحال ملكي، ماشي ملكي ولكن في شكله ملكي. راه المثل الاعلى ديالهم راه هي النظام الملكي المغربي اللي ضارب الجذور ديالو في التاريخ، وعارفين بانه علاقات مع المملكه المغربيه راه ماشي بحال علاقات مع الجزائر ولا مع دوله عاديه. كيعرفوا بان الحكام ديالهم راهم يستمدون شيئا ما من الشرعيه ديالهم عن طريق العلاقات ديالهم مع ملك المغرب. هذه راه ما خاصناش ننساوها، وكنخليوها دائما في المخيله ديالنا باش نفهموا بان راه كاين بزاف ديال الحسد وبزاف ديال الغيره، ماشي الغبطه، كاين الحسد، خصوصا من دوله كقطر اللي عندها الفلوس ولكن ما عندهاش المكانه وما عندهاش الهيبه وما عندهاش العمق التاريخي. قطر الا هضرات صحيح راه كيمكن لها تشري مواقف، كيمكن لها دير الدبلوماسيه ديال الحقائب الدولارات، ولكن القطر الا هضرات راه ماشي هو ملك المغرب الا هضر. لذلك ما عندهاش الشجاعه تبين المواقف الحقيقيه ديالها. مثلا في هذه القضيه ديال العلاقات مع اسرائيل، هانتوما كتشوفوا اخوتي وخواتاتي بان الناس ديال الموساد جالسين في الدوحه، هانتوما كتشوفوا بان الاعلى الرتب العسكريه كيكونوا حاضرين في الدوحه، كيجلسوا مع الناس ديال حماس ملي كانوا كيبغيو يتفاوضوا معاهم. واش كتظنوا بان الاستخبارات الاسرائيليه كتجي لشي مدينه هكاك ما عندها مراسلين، ما عندها ناس اللي كيكونوا موجدين لها الطيران، ما عندهاش واحد البيئه حاضنه؟ ما يمكنش. اذا العلاقات الاسرائيليه القطريه علاقات حقيقيه ومنذ عشرات السنين، راه منذ عشرات السنين، وراكم كتشوفوا راه بعد الهجوم على قطر على غزه، راه الشيخ تميم راه تلاقى في لقاء الرئيس الاسرائيلي وتسلم عليه والدنيا هانيه وما هضروش عليها. ولكن كيهضروا لك على المغرب والتطبيع وعلاش والسفن الامريكيه اللي كدير اسكال في طنجه.
هادشي علاش؟ لحقاش قطر باغيه بوحدها هي اللي في العالم العربي تكون عندها علاقات متينه مع اسرائيل. من الاخر وفي هذا الاطار نقدر نقول لكم انا كاع واحد القضيه، راه هدف مشروع، من غير ان بنادم شماته ما كيقدرش يبين المواقف ديالو، ولكن قطر راه عندها الحق انها تدافع على المصالح الحيويه ديال بلادها، عندها الحق تستعمل الوسائل الاعلام ديالها للحفاظ للحفاظ على مصالحها الاقتصاديه الدبلوماسيه، عندها الحق. ولكن اجي نشوفوا الناس اللي كيضربوا في بلادهم خدمه لقطر. قطري الى ضرب في المغرب ولا ضرب في ميريكان ولا ضرب في الامارات خدمه لمصالح بلاده قطر راه جات معاه. اجي نشوفوا على واحد مغربي كيضرب في مصالحه المغربيه خدمه لقطر، اجي نشوفوا واحد اليماني اللي كيضرب في مصالح العالم خدمه لقطر. راه هذا هو خوتي وخواتاتي هذا هو المشكل. الا بغينا ندخلوا للسجال السجال السياسي ولا السجال العلاقات الدوليه ولا ندخلوا لها بوجه مكشوف وندخلوا لها ها انت شنو درتي وانا شنو درت ونقارنوا. ولكن باش تلعب لي نتايا بحال هاد الكاريكاتور، هاد الصوره اللي داير خويا سلطان واللي هي جد معبره، باش تلعب لي نتايا على الحبلين، نتايا كتعطيني وجه وفي الخفاء كدير حوايج يندلها الجبيل. هنا فين كتكون القذاره الدبلوماسيه، وهنا فين كتكون الاعمال حقيره. ما يمكنش نتايا تبين لي انني خوك ونتايا كتبغي تضربني في الدار. هذه عندها واحد السبب، لحقاش ما تظنوش اخوتي وخواتاتي مثلا بان قطر راها على قلب رجل واحد. راه ما تظنوش بان قطر راه كاين حاكم واحد هو اللي كيقرر وكل شيء كيتبعو. لا، قطر ماشي دوله اللي عندها القوه ديال القائد. راه كاينين التيارات وكاين تضارب مصالح وكاين توازنات خاصهم يديروها، وتكون مصاحب مع هذا شويه ومصاحب مع هذا شويه، لحقاش هذا الاخر صاحبه شويه والاخر هذا كيعيد كيهضر عليه وجاتو واحد الاوامر من عند واحد الدوله وخلاتو. قطر راها كتلعب توازنات ما بين تركيا، ما بين ايران، ما بين السعوديه، ما بين امريكا بيان سور، ما بين بريطانيا. اذا قطر راه ما فيهاش قائد واحد. خلينا من هذاك اللي في الصوره، ولا زعما ما كاينش سياسه وحيده بحال المغرب. الا قلنا طاف، الا كان قرار ملكي ديال حنايا غادي نديروا غنمشيو في هذا الاتجاه، راه غنمشيو في هذا الاتجاه. اذا كاين تضارب المصالح وتضارب التيارات باختلاف المغرب، وكاين كذلك الشجاعه. كاينين حكام اللي ماشي شجعان، ما تقدرش تخرج انت بحال المغرب ودير على الملأ انني انا درت علاقات مع امريكا ومع اسرائيل ودرنا واحد الاتفاق وها هو وما كنخبيوش. باش ديرها راه خاصك تكون انت هو المغرب.